الإعادة من جديد، عرضية، الكرة الثانية، جول! الهدف الأول، الهدف الأول. طه ياسين الخنيسي يفتتح باب التسجيل، يرسم البسمة على الشفاه التونسيين، على الشفاه جمهور المنتخب الوطني التونسي. هدف أول للمنتخب الوطني التونسي وفرحة كبيرة في المدرجات. كرة ثانية وكيما جات تصويبة قوية من طه ياسين الخنيسي. طه ياسين جول التونسي في 22 دقيقة لعب. هي كيفاش بدات، شوفوا كيفاش بدات العرضية من بن محمد. كرة ثانية كيما جات قوية يمينية، والتصويبة في مرمى المنتخب البورندي. والتغييرات القادمة يغادر الفرجاني السيسي، البديل مارك اللمتي. هذا التغيير اللي تحدثنا. هذه في الشبكة، هذه في الشبكة. باغت فاروق بن مصطفى، باغت فاروق بن مصطفى يعدلها المهاجم، يعدلها لاعب المنتخب البولندي. امامكم على الصورة سددوا باغتنا وباغت فاروق بن مصطفى، والعمل الكبير اللي قام به سايدو برايلو سيدريك اميسي الرقم 17 كما جات امامكم على الصورة. اميسي يعدل النتيجة في توقيت 30 دقيقة لعب. هذا الشوط الثاني كما قلنا انه الملاعبية نتاع المنتخب البولندي عندهم الزاد الفني لا باس به، شاهدناه في المباراة هذه ضد المنتخب الوطني التونسي. دفاعيا محترم، وسط ميدان محترم، مقلق ايضا على مستوى الهجوم، وكان بتمرمى. والثاني للمنتخب الوطني التونسي، والثاني للنصور، الثاني عن طريق نعيم سليتي. بفنيات كبيرة، بمهارة عالية، يفسخ الأول والثاني والثالث ويحط الكرة في الشبكة. الثاني للمنتخب الوطني التونسي. فرحة الجمهور في المدرجات بعد الكرة الأولى. عمل المراوغة الثانية والثالثة الثابتة في الشباك. الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. لطفي تتغير المعطيات من جديد. أسبقية تونسية والثنائية في الشباك البولندية، وهذا المطلوب. جرينتا كبيرة للأمانة من نعيمة السليتي، ملاعبية في قيمة نعيمة السليتي، وفرحة كبيرة كما شاهدوا أنصار المنتخب الوطني التونسي في مدرجات ملعب أولمبي رادس. هذه المشاهد اللي نحبوها. المنتخب الوطني في وسط الميدان ترجع لدفاع المنتخب البولندي. دائما مشاهدينا الكرام، القناة الوطنية الأولى تتابعون مباراة ودية الثالثة هي الختامية في التحضيرات بالنسبة للمنتخب التونسي بعد زوز انتصارات ضد العراق، هدفين مقابل 0، ضد كرواتيا وصيف بطل العالم هدفين مقابل هدف. وهذه برا، هذه في الشبكة، هذه في الشبكة، هذه في الشبكة.